السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. النهارده هنقدم لكم طريقة الجاتو شاتو بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. معايا 2.5 كوب من الدقيق، عليهم معلقة من البيكنج باودر، عليهم ذرة ملح، وعليهم 3 بيضات، وعليهم ذرة فانيليا. طبعا الاسود اللي على البيض ده فانيليا. معايا بقى لصوص الشوكولاتة 1.5 كوب من الحليب، كوباية سكر، 5 معالق من الكاكاو الخام الاسباني، معايا كوباية زيت. تمام كده. هبدأ الاول في الخلاط. هنزل ب1.5 كوب من الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. هنزل ب5 معالق من الكاكاو، هنزل بكوباية من السكر. هضرب كل ده في الخلاط الاول، وبعد كده انزل عليه بالزيت سرسوب سرسوب. تمام. وبعد كده ارجع لكم تاني يا حبايبي. كده هشغل الخلاط. هقعد اضرب بقى في الخلاط شويه لمده 7 دقايق كده، وبعد كده ارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. وهنا شلت منه 1.5 كوب من الخليط شوكولاته. تمام. هنزل عليه بقى ب3 بيضات. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. هضرب بقى فيهم شويه، بعد كده ارجع لكم تاني. زي ما حضراتكم كده شايفين، هنقلب البيكنج باودر والملح والدقيق. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنزل بقى بالخليط الشوكولاته. بسم الله. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. تمام كده. هقلب بقى الخليط. تمام كده. طبعا لازم يكون في اتجاه واحد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. بتاعنا تقيل. تمام. هنحط عليه نص كوبايه ميه سخنه. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هقلب بقى فيه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. تمام. اهي اهي كده، ده القوام بتاعها المظبوط. تمام كده. هنحطها بقى في صينيه. انا معايا هنا القالب بتاعي. تمام. انا دهناه سمنه. عايزه تدهنيه زبده تمام، عايزه تدهنيه سمنه تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. هندخلها على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني. هتاخد في حدود من 40 دقيقه ل50 دقيقه.
وبعد كده هرجع لكم تاني. وكده حبايبنا الشكل النهائي للكيكه بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اهو زي ما حضراتكم كده شايفين، طبعا هشه مش مكتومه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.